في الموسم الثالث من مسلسل أتر بانكس، تبدأ الأحداث مباشرة بعد الهروب الدراماتيكي لجونب وأصدقائه في نهاية الموسم الثاني. يجد الأصدقاء أنفسهم في جزيرة مهجورة بعد أن تم التخلي عنهم هناك. بينما هم يحاولون النجاة والتأقلم مع الوضع الجديد، تستمر عمليات البحث عن الكنز المفقود، وهو الكنز الذي بدأ كل شيء بسببه في المواسم السابقة. لكن الأمور تصبح أكثر تعقيداً حينما يكتشفون أن هناك أشخاصاً آخرين يطاردون نفس الكنز، مما يؤدي إلى سلسلة من المواجهات المثيرة والمليئة بالإثارة. في هذه الأثناء، تتعمق القصة في خلفيات الشخصيات الرئيسية. يبدأ جون في محاولة التكيف مع حقيقة أن والده، الذي كان يعتقد أنه ميت، لا يزال على قيد الحياة. هذه الحقيقة تؤدي إلى حالة من الاضطراب الداخلي لجون، الذي يجد نفسه ممزقاً بين مشاعره تجاه والده ورغبته في الاستمرار في البحث عن الكنز. من ناحية أخرى، تستمر سارة في مواجهة مشاعرها المعقدة تجاه والدها وارد، الذي لا يزال يحاول السيطرة على الكنز بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض حياة ابنته للخطر. التوتر بين سارة وجون يتزايد مع تقدم الأحداث، خاصة عندما تجد سارة نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة قد تهدد علاقتها بجون. كي وبوب، اللذان كانا دائما جزءا من مجموعة البوج، يواجهان تحديات خاصة بهما. كي تجد نفسها مشدودة بين ولائها لأصدقائها ورغبتها في الحصول على حياة طبيعية. علاقتها المتوترة مع والديها تصبح أكثر تعقيداً، حيث يعارضون بشكل متزايد تورطها في مغامرات خطرة مع جون والباقين. من ناحية أخرى، يعاني بوب من تأثيرات عاطفية نتيجة لما مر به في المواسم السابقة، ويبدأ في تطوير علاقة غير متوقعة مع شخصية جديدة تدخل القصة، مما يضيف عنصراً جديداً من التعقيد إلى ديناميات المجموعة. القصص للثانوية في الموسم الثالث تقدم نظرة أعمق إلى عالم أتر بانكس والأشخاص الذين يسكنونه. يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تاريخ الجزيرة، بما في ذلك أسرار مظلمة قديمة تتعلق بالعائلات الرئيسية التي تتحكم في مصير الشخصيات. الأحداث تتسارع مع تقدم الموسم، حيث يتم الكشف عن المزيد من الأسرار وتزداد المخاطر. المواجهات بين الشخصيات تصبح أكثر حدة، وتصل الأمور إلى ذروتها عندما تقترب المجموعة من اكتشاف الكنز، ولكن بسعر باهظ. الموسم الثالث يقدم لحظات مليئة بالإثارة والتوتر، مع تطور واضح في العلاقات بين الشخصيات وتقديم عناصر جديدة تضيف عمقاً للقصة. النهاية تترك العديد من الأسئلة بدون إجابة، مما يمهد الطريق لموسم رابع محتمل، حيث قد تكون المغامرة لم تنتهي بعد. مع تقدم أحداث الموسم الثالث من أتر بانكس، تتعقد الأمور بشكل أكبر عندما يظهر والد جونب، بيغ جون، الذي كان يعتقد أنه ميت. هذا الكشف يغير مسار القصة بشكل كبير، حيث يجتمع بيغ جون مع ابنه، ويصبحان شركاء في البحث عن الكنز الأسطوري المعروف باسم إلدورادو. ومع ذلك، العلاقة بين الأب والابن ليست سلسة كما يبدو في البداية، حيث يكتشف جون بأن والده ليس فقط مهووساً بالكنز، بل على استعداد لفعل أي شيء للحصول عليه، حتى لو كان ذلك يعني تعريض حياة الآخرين للخطر. هذا الصراع الداخلي بين ولاء جونب لوالده وبين مخاوفه من الأخطار التي تلوح في الأفق يضيف بعداً نفسياً جديداً للشخصية، ويجعل من متابعة تطورات القصة أمراً مشوقاً. في نفس الوقت، تستمر سارة في مواجهة ضغوط عائلية هائلة. والدها، وارد، لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، حيث يتضح أنه لن يتوقف عند أي شيء في سعيه للحصول على الكنز. وارد يستخدم جميع الموارد المتاحة له، بما في ذلك علاقاته السياسية ونفوذه المالي، لضمان أن يكون هو الوحيد الذي يضع يده على الكنز. في أحد المشاهد المؤثرة، تواجه سارة والدها مباشرة، وتدور بينهما مواجهة مشحونة بالعواطف، حيث تحاول إقناعه بالتخلي عن مطاردة الكنز والتركيز على إصلاح علاقتهما، لكنه يرفض، مما يتركها تشعر بالخيانة والضياع. هذا الصراع يدفع سارة أكثر نحو حافة الهاوية، حيث تبدأ في التشكيك في كل شيء،
بما في ذلك علاقتها جون ومستقبلها في أتر بانكس. أما كي فهي تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن حياتها ومستقبلها. علاقتها المتوترة مع والديها تصل إلى نقطة الغليان عندما يقرران إرسالها إلى مدرسة داخلية بعيدة عن الجزيرة. هذا القرار يجعل كي تواجه حقيقة أنها قد تفقد أصدقائها وحياتها في أتر بانكس، ولكنها تقرر الهروب والبقاء مع جون والمجموعة لمواصلة البحث عن الكنز. قرارها هذا يعمق الفجوة بينها وبين عائلتها، ولكنه أيضاً يظهر مدى ولائها لأصدقائها واستعدادها للمخاطرة بكل شيء من أجلهم. بوب، الذي كان دائماً يتميز بشخصيته الساخرة والمتهورة، يبدأ في إظهار جانب آخر أكثر هشاشة في هذا الموسم. بعد أحداث الموسم السابق، يعاني من نوبات قلق واضطرابات ما بعد الصدمة، مما يؤثر على علاقته بالمجموعة. يبدأ بوب في تطوير علاقة عاطفية مع كلوي، وهي فتاة جديدة تنضم إلى المجموعة وتشاركهم في مغامراتهم. كلوي تظهر كبطل غير متوقع في بعض اللحظات الحرجة، وتلعب دورا كبيرا في دعم بوب أثناء تعامله مع مشاكله النفسية. تطور العلاقة بين بوب وكلوي يضفي على القصة لمسة إنسانية وعمقا إضافيا، حيث يكافح كلاهما للعثور على السلام والقبول وسط الفوضى. مع اقتراب نهاية الموسم، تبدأ الأمور في التحول بشكل دراماتيكي. يكتشف جون وبيب جون أن الكنز ليس مجرد أسطورة، ولكنه حقيقة مدفونة في مكان سري على الجزيرة. مع هذا الاكتشاف، يتصاعد التوتر بين المجموعة وعصابة وارد، حيث يتحول البحث عن الكنز إلى سباق خطير ضد الزمن. في الوقت الذي يبدو فيه أن المجموعة قد تكون قريبة من الحصول على الكنز، تحدث خيانة غير متوقعة من داخل المجموعة نفسها. هذه الخيانة تقلب الطاولة وتعرض الجميع للخطر، مما يؤدي إلى مواجهة نهائية مشوقة ومليئة بالإثارة. في النهاية، يصل الموسم إلى خاتمة مثيرة، حيث يتم حل بعض الألغاز، بينما تظل الغاز أخرى مفتوحة، مما يترك البيب مفاتيحا أمام الموسم القادم. العلاقات بين الشخصيات تصل إلى مفترق طرق حاسم، حيث يتعين عليهم اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلهم ومستقبل الجزيرة. أتر بانكس يستمر في تقديم قصة مشوقة تجمع بين المغامرة، الدراما، والعلاقات الإنسانية المعقدة، مما يجعله واحداً من أكثر المسلسلات جذباً للانتباه في الفترة الأخيرة.